السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا الفيديو اللي ما شاء الله غنشارك معكم واحد المعسله اللي كتجي الصراحه كتجي قمه في الروعه. كتجي اقتصاديه جامعه ما بين القرمشه والتعليكه. كتستحق انكم تجربوها، اقتصاديه مقارنه مع اللي كنشريوها، ما كتجيش حلوه بزاف، مذاقها كيجي زوين. الا جربتوها اكيد غادي تعجبكم. سمعوا معايا التقرميشه ديالتها وعلى بركة الله نمشيو للفيديو. اذا بسم الله على بركه الله، عندي هنايا نص كيلو ديال الكاوكاو اللي غادي ندهنو بشويه ديال الزيت، وغادي ندخلو الفران يتحمر. المعسله هذه كطيب في الفران، يعني ما كنقليوهاش في الزيت، كتجي صراحه قمه في الروعه. مذاقها كيجي زوين حيتاش ما مقلياش في الزيت وما فيهاش العسل بزاف، كتجي يعني معتدله في الحلاوه ديالتها. غادي ندخلو الفران يتحمر وغادي نراقبوه مره نحركوه حتى كيتحمر. جانبا عندي زلافه ديال الزنجلان، تقريبا 4 ديال الزنجلان غنديرو كذلك يتحمر، يا اما في الفران يا اما غير فوق البوطه. والحشوه كتبقى اختياريه، تقدروا تخلطوا ما بين الزنجلان والكاوكاو، اللوز، الكركاع، يعني اللي بغيتو، او لا كتكتفيو غير بالكاوكاو. صافي هنا من بعد ما حمرتهم كندوز نهرمشهم، يعني ما كنطحنهمش بزاف يعني حتى كيتنيلوا، لا كنخليهم هكا شويه مهروشين بهذا الشكل هذا اللي كتشاهدوا معايا في الفيديو، باش كتجينا هاد المعسله يعني فيها واحد القرمشه. صافي غادي ندوز كذلك باش نطحن الكاوكاو ديالي. بعد ما تحمر داك اللون، خدا داك اللون الذهبي اللي زوين، حتى هو غادي نطحنو بنفس الطريقه. يعني ما غاديش نخليه حتى كيتنيل بزاف، يعني كنخليه شويه مهرمش رقيق بهذا الشكل هذا. وانتم تقدروا كيف ما قلت لكم ديروا اي نوع، تقدروا تضيفوا كذلك اللوز او لا الكركاع، يعني اللي متوفر عندكم. وكيف ما عودتكم دائما كنبغي نعطيكم الحاجه اللي سهله واقتصاديه. صافي كنخلطهم مع بعضياتهم. كنضيف واحد ربع معلقه ديال مسكه حاره، ومعلقه صغيره ديال القرفه مطحونه، وعندي قطرات من روح الزهر. الا متوفر عندكم يعني ما زهر العادي ديروا منه تقريبا 2 معالق حتى ل3. عندي هنايا 2 معالق صغار ديال سنيده، وعندي 3 المعالق كبار ديال الزبده مذوبه. تقدروا تضيفوا واحد القريصه صغيره ديال الملحه، انا راه ضفتها غير ما تشداتش ليا، غير باش يعني تعادل لينا المذاق وصافي. صافي كنخلط كلشي مع بعضياتهم مزيان حتى كينسجموا ليا العناصر. صافي كنخليهم جانبا وكنجيب الورقه ديالتي. هنايا عندي الورقه ديال اهل فاس باتفيلو اللي فيها تقريبا 470 غرام. صافي كنخدم بها، واخا هي شويه كتكون حساسه، غير كنتعاملوا معها هكا بلطف. صراحه انا خرجت فيها شويه مقطعه، ولكن تعاملت معها كيف ما شفتوا. هذه لقيتها هكا مقطعه، ولكن ماشي مشكل، هي كتجي صراحه مورقه، وكتبقى ديك القرمشه في المعسلات كتبقى مده اللي طويله. هنا غادي ناخذ منها 2 ورقات، يعني 2 ورقات الاولين، وغادي نرد الشيء الاخر غنحاول نغطيه بهذا الميكا، وغادي نحاول ندير واحد المنديل ونخليها جانبا. ضروري ما تغطيوها، راه دغيا كتنشف وكتخسر، ضروري ما تغطيوها. غادي تجبدوا غير القياس اللي تخدموا به، والشيء الاخر غطيوه. صافي خديت هاد الجات هادو، صراحه هاد الجات الاولين لقيتهم مقطعين، ولكن تعاملت معهم ما عندي ما ندير، يعني ما غاديش نرميهم بطبيعه الحال، راه غير غنبدا نلف وغادي يدرق هذوك العيوب. غادي ناخذ الورقه الاولى غادي ندهنها بالزبده. انا عندي هنا الزبده مذوبه، يعني ذوبت في الاول الزبده وخدمت بها هكا، درت منها في الحشبه وتبقات ليا. غادي نحاول ندهنها كامله. تقدروا تخلطوا الزبده والزيت، او لا تقدروا ديروا حتى الزيت، غير الزيت بوحدو ماشي مشكل. صافي كنحاول ندهنها كامله بهذا الشكل هذا. من بعد غادي ندير عليها الورقه الثانيه، يعني انا غادي نخدم ب2 ورقات باش كيجيني هذاك الفيلطاج باين في هذه المعسله. كيف ما شفتوا في اول الفيديو كيجي فيهم هذاك الفيلطاج باين، داك التوريق، فخدمت ب2 ديال الورقات.
صافي غنحاول ندهن الورقه الثانيه كيف ما شفتوا بهذا الشكل هذا. صراحه سبق لي شاركت معكم يعني العام الفايت واحد المعسله بهذا الشكل، ولكن مبدله غير في الطريقه شويه. وانا ضروري في كل عام اولا في كل رمضان ضروري من هاد المعسلات هادو ديال الورقه ديال الفيلو. صراحه كيعجبوني بديك القرمشه ديالهم وديك اللذه اللي فيهم. ها نتوما كيف ما شفتوا راه درت الحشوه يعني وزعتها كامله، وكنحاول نتني بهذه الطريقه. هنا وصلت لديك البلاصه ديال اللي مقطعه، ولكن ماشي مشكل. ها نتوما غنحاول ندارك الوضع، وفيما لفيت كندهن بالزبده. يعني الفيديو راه شارح نفسه، الا بغيتوها يعني تجي بحال الشكل اللي شاركت معكم فلفوا بهذا الشكل هذا بحال شكل مستطيل. الا بغيتوها تجيكم دائريه فديروها بحال البودان، يعني ديوها هكا يعني لويوها. يعني نتمنى تكونوا فهمتوا. فانا بغيت هذا الشكل هذا. صراحه هذا هو البودان اللي جاني هكا ما زوينش، ولكن الشيء الاخر جاوني زوينين في الشكل ديالهم وما كانوش يعني مقطعين. صافي غادي نديرها في اللاطه اللي مفرشه ليها الورق ديال الطبخ. صافي غادي نجيب جوج ورقات كيف ما العاده بنفس الطريقه. صراحه هاد الاخرين يعني خرج فيهم زوينين، غير دوك الجوجات الاولين اللي لقيتهم هكا مقطعين. بنفس الطريقه غادي ندهن الاولى بالزبده. الزبده كتجي يعني كتجيب لنا هاد الورقه مقرمشه، وغادي ندير فوق منها الثانيه غادي ندهن بنفس الطريقه بالزبده، وغادي ندير الحشوه غادي نوزعها كامله على الورقه. صراحه انا كنسميها معسله الدقيقه 90، حيتاش دغيا كتوجد يعني في ساعتها، ما فيهاش واحد المراحل او لا واحد الصعوبات. دغيا كتوجدوها كطيبوها، ما كتاخذش وقت اللي كتير. صافي بنفس الطريقه غادي نبدا نلف بهذا الشكل هذا. يعني فيما لفيت كندهن بالزبده باش كيجي داك التوريق زوين وكتجي مقرمشه بهذا الشكل هذا. يعني الفيديو راه شارح نفسه. ملي كتكون الورقه زوينه فراه كتمشي معكم دغيا. صافي كنديرها في الطاوه كنمشي بنفس الطريقه حتى كنسالي. ما كاين ما سهل من هاد المعسله هذه، فما فيها بس الا كتفرجوا. فديروا معكم داك اللايك ما تنساوش ليا، غير باش تقترح الفيديو على ناس اخرين وتعمل فائده على الجميع. كنشكركم على حسن التتبع ديالكم وعلى التعاليق اللي كتخليو ليا، فكنشكركم بزاف بزاف. صافي هنا من بعد ما ساليتهم بهذا الشكل هذا، فراه للامانه راه باقا ليا وحده وما بقاتش لي الحشوه لانني كثرت في هذو الحشوه. فانتم تعاملوا مع الحشوه باش تكفاكم على البودانات كاملين. بقات لي وحده غادي نزيد نطحن ليها شويه هكا ديال السجلان ولا المهم المكسرات اللي باقي ليا، وغادي نعمرها ما غاديش نخليها تضيع. صافي هنايا حاولت هكا نقطع كل بودانه، راه ساهله في التقطيع ديالها كل بودانه بوحديتها باش كيجيوني مقطعين يعني مقادين. وانتم قطعوهم على الشكل اللي بغيتو. انا قطعتهم هكا على شكل هكا مربعات، نتوما تقطعوهم على الشكل اللي كتفضلوا انتوما. وداك البودان الاخير اللي تبقى ليا فدرت ليه تقطيع اخر. صافي انا هنا ما دهنتهم لا بالزبده لا بوالو حيت هما عامرين زبده. صافي راكم شفتوا الطريقه كيفاش خدمتهم، ودخلتهم الفران يكون سخون وناقص العافيه كيطيبوا على خاطرهم، راه ما كيتعطلوش معنا في الفران. صافي كنخليوهم ملي كيطيبوا كنحمر ليهم الوجه ديالهم غير كيذهب. من بعد هما سخانين ملي كنخرجهم من الفران كنسقيهم شويه د العسل، راه ماشي بزاف كيف ما شفتوا، راه غير شي كاس تقريبا اولا كاس ونص ديال العسل. فانا فضلت ما نديرش لهم العسل بزاف باش ما يجونيش هكا حلوين بزاف. كيجي صراحه المذاق ديالهم زوين. وهذاك البودان اللي بقى لي الاخر فحبيت نديرو بهذا الشكل هذا على شكل هكا دوائر. وداك التقطاع اللي بقى ليا درتو في كيف ما شفتوا داك الكويغطات ودرت ليهم شويه ديال الحشوه يعني لا للضياع. وهذا هو الشكل النهائي كيف ما كتشوفوا، راه معسره اللي شاكره راسها براسها. نتمنىكم تجربوها باش تعرفوني على اش كنهضر. وما تنساونيش من لايكات بارطاج لهذا الفيديو باش تعمل فائده على الجميع. الا كنتو جداد فمرحبا بكم اشتركوا عندي الا عجبكم المحتوى بطبيعه الحال. هذا هو الفيديو ديال اليوم. كنتمنى نكون ما طولتش عليكم ونكون خفيفه ظريفه على قلوبكم، وكنشكركم على حسن المتابعه اللي وصلت معايا او اللي وصل معايا لهنا. فكنشكروا بزاف بزاف على حسن المتابعه، وكنضرب لكم موعد الفيديو قادم مواصفات جداد بحول الله. الى اللقاء.
اهم.